بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة الحياة الزوجية من الفهم إلى الوعي. في بيوت كتير البعد ما بيحصلش لما حد يسيب البيت، أوقات البعد بيبدأ وإحنا لسه عايشين مع بعض، لكن القلب مش حاضر والمشاعر بتهدى شوية بشوية. الموضوع عمره ما بيبدأ فجأة. انت مش هتصحى من النوم فجأة كده انا مش حابب زوجتي، او انا كاره زوجتي، او مفيش مشاعر بيني وبين زوجتي. وانت كمان يا حبيبتي مش هتصحي من النوم فجأة تقولي مفيش مشاعر بيني وبين زوجي، او مفيش حب بيني وبين زوجي، او الموضوع عمره ما جه فجأة. الموضوع كله بيبدأ من كلمة، من جرح صغير، من سكوت طويل جدا، من موقف عدى من غير ما يتشاف واتساب من غير ما يتقال. هوضح لكم الكلام ده في عدة محاور. المحور الأول وهو الجرح اللي اتساب من غير كلام، أو بمعنى أدق الجرح اللي اتساب من غير ما يتفهم. في لحظات كتيرة بنبقى تحت ضغط وتعب، وفي كلام بيخرج مننا من غير ما نعرف أصلا معناه، ولكن الكلام بيخرج بيوجع الطرف التاني. في كلمة ممكن تقولها توجع جدا قوي الطرف التاني. مثال واقعي: زوجة موجوعة ومكسورة من جوه قالت لزوجها انت عمرك ما بتحس بيا. وهي ما قالتش الكلمة دي علشان تنكر خيره ولا علشان تلغي كل مواقفه، هي قالت علشان هي موجوعة في اللحظة دي. هي حاسة انها مش مسموعة، مش متشافة. وهنا بقى في معظم الرجالة او اغلبهم او كلهم، مش عايزة الله اعلم الا من رحم ربه، هنا الرجالة بتقول ايه بقى وبتفسر ايه؟ بتفسر ان الجملة دي على انها كفران العشيرة، يعني انكار الخير ونسيان كل اللي اتعمل قبل كده. ولكن الحقيقة اللي انتم ما تعرفوهاش ان اللي بيحصل مش كفران ولا جحود. اللي بيحصل ان انسان موجوع بيتكلم من قلبه، من وجعه، مش من تاريخه. القلب وقت الألم، وقت الوجع، ما بيعرفش يلخص المشاعر بدقة.